من الاخر مع محمد شبانه، وصباحكم دايما زي الفل. هتحسوا النهارده شويه نبره صوتي فيها السيكه مختلفه، لان انا عندي يعني زي كده ايه، مش برد، لكن انا ما اعرفش ايه اللي حصل للحنجره. يعني فيها حته كده وتر مش عاجبه اللي بيحصل، فيها وتر كده متمرد على النتيجه بتاعت ماتش الاهلي وعلى نتيجه واداء ماتش الزمالك. ولنا في ذلك حديث ولنا في ذلك حديث. الاهلي على فكره عامل احسن اداء في كاس العالم للانديه من يوم ما شفته. وكولر، وده الحق يقال، يعني ان هي ناس يعجبها الكلام ناس ما يعجبهاش الكلام، يعني كل واحد طبعا حر في رايه. انما احسن اداء فني للاهلي، احسن انتشار جوه الملعب للاهلي، احسن انسجام للعيبه مع بعض في الاهلي، اقدر اقول لك كمان احسن قرب للعيبه من بعض، احسن استغلال لمساحات مع بعض. اقعد قول الكلام ده كله. واسوأ اخطاء برضو للاهلي في تاريخ كاس العالم فرديه. يعني مش معقول انت بتلعب ريال مدريد، امبارح ريال كسبان الهلال 5، انما الاهلي ماتشه مع ريال مدريد ايكوال لغايه الدقيقه 92 2-1 للريال، والاهلي بيهاجم ومضيع. لو فاكرين المباراه وكره قفشه وكل الكلام ده، والجولين اللي جم بعد كده من الدقيقه 92 لغايه الدقيقه 98 لما كان حاسب 8 دقايق. يعني الاهلي بيعرف يلاعب الفرق الكبيره. امبارح فلامينجو لغايه، مش معقول يا جماعه ابقى انا كسبان متعادل 1-1 وبعدين اضيع بينالتي وبعدين اجيب جول عالمي بتاع احمد عبد القادر وبعدين اتطرد مني لعيب وبعدين اضيع انفراد قبل طرد اللعيب، اضيع انفراد. مش ممكن يعني، انا خلاص الماتش في جيبي يعني زي ما بيقولوا يعني، وفرص ضايعه مهدره بالهبل، وبعدين نقول ونغلط الاخطاء اللي احنا شفناها امبارح. دي اخطاء فرديه ساذجه، يعني مع الاشاده بالمستوى العالي. واللي يطمن المستوى، خد بالك انت كل ما يكون المستوى كويس كل ما تعرف ان الاخطاء الفرديه تقدر تخلص منها. يعني خطأ للشناوي لما طلع يعمل الكرة بالبوكس، حب يمسكها وقعت منه قدامه الباك بتاعه. الغلطة بتاعت اليو ديانج بيرجع الكرة غلط، يعني لو كان لابس النضارة كان شاف يعني كده. يعني كل دي اخطاء فردية، مش مفترض ان لعيبة الاهلي تغلط الاخطاء دي، وكل ده يتصلح. المهم الشكل الفني للفريق. امبارح الاهلي كان يعني شكله يفرح. حط النتيجه على جنب، يعني انسى طبعا الكوره جوال، مش هنقدر نقول انسى الاجوال، لكن انسى ان في نتيجه. شكل الاهلي مفرح امبارح لغايه ما اتطرد السيرد باك بتاع او خالد عبد الفتاح. اول ما اتطرد خالد عبد الفتاح بقت مشكله كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي بصراحه يعني. انما محمد شريف كل الناس بتلومه، يا راجل راح منفرد بالجول وبعدين مش منفرد بالجول فجأة لقى نفسه منفرد بالجول. لا، ده احمد عبد القادر لعبها له وفضل درجين مش اقل من 10 متر. يعني احنا زمان واحنا بنلعب كوره كان يقولوا لنا ايه، يعني وانت بتجري على الجول عينيك على الجول، بطرف عينك على الجول، ما تحطش بوزك في الارض، يعني ما تحطش وشك في الارض، ترفع الارض وترفع الجول. طلع عليك الجول وفي مسافه لغايه الجول، اعملها له تشاب من فوقيه. طالع عليك قافل لك الزاويه اليمين، حط له على الشمال. طالع قافل الشمال، حط له على اليمين. ثبت رجله، اذا كان بيستخدم رجليه اليمين العبها له على رجليه الشمال، ثبت رجله. حاجات كتير كانوا بيقولوها لنا زمان واحنا بنلعب واحنا صغيرين، كان زمان بيقولوا لنا كده. ايه يا شريف ضرب، فاكر ان انت لما تعملها مرزبه يعني في نص جون هتدخل؟ يا راجل ده كلام. شوف هما الناس مع الريال او حتى مع فلامينجو بيجيبوا الجول ازاي، بهدوء ازاي، وبتركيز ازاي، والفرصه فرصه. لو جيت تحسب فرص الاهلي وفلامينجو لغايه ما اتطرد خالد عبد الفتاح، من اكتر الاهلي، مين مسيطر اكتر الاهلي، بس هو بيعرف الفرصه تك يصطاد بالسناره. هو لقى السمكه بترقص في البحر يصطادها فورا. هو شاف 4 سمكات اصطادهم، انت 20 سمكه اصطادت 2 بالعافيه قدامك، بيلهلطوا قدامك كده، اصطادت 2 بالعافيه. هو ده مشكله النادي الاهلي، بس في مساله الاخطاء وعدم التركيز. وعدم التركيز يعني الثقه في النفس. يا راجل ده انت جايب جولين في الزمالك يا شريف ورايح يعني ارض تهدم عليك ادي قبل ما تسافر اليابان. انما هي دي كره القدم، لعيب يضيع، تخيل من 3-1 ترد ل 2-2
يعني شوف الاحساس بقى كمان بالرخامه. يعني انت من 3-1 راح تجيب جول انفراد احمد عبد القادر عاملها، راح تجيب الثالث، فترد عليك وتبقى 2-2، وبعد كده بقى 3-2 في 4-2 والاخطاء اللي احنا شفناها. عموما الاهلي فنيا يخوف مين؟ منافسينه هنا ومنافسينه في افريقيا. يعني مؤكد ان كل الناس اللي اتفرجت على كاس العالم قلقانه من المستوى الفني للاهلي. سيبك من النتائج، التاريخ مش هيذكر غير النتائج. يعني بعد 5 سنين هيقولوا الاهلي خسر من ريال مدريد 4-1 ومن فلامينجو 4-2، هنقول والله العظيم ده لاعب. اقول لك يا عم اجري، لعبوا ايه؟ انت فاكر اساسا من سنتين الاهلي كان شكله عامل ايه في الدوري؟ ولا الزمالك ولا حد فاكر؟ يعني هو الزمالك خد الدوري، خده ازاي مش فاكر. لو قعدت اقول لك دلوقتي هتسيب سندوتش الفول وانت بتاكله وانت بتسمعني وتقعد تقول ها؟ الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت نهائي الكاس كام؟ هتقول لي ها؟ هتقعد تسترجع الشريط كده 2-1 صح. طب لو قلت لك طب من 3 سنين، طب من 4 سنين، طب مش هتفتكر. فهي فعلا النتائج الناس بتفتكرها، الناس مش هتفتكر الاداء الحلو للاهلي. انما النقطه الايجابيه ان الشكل الفرقه حلو، كولر فارق مع الفرقه فنيا بصراحه. ومساله انه بيغير 5 و6 في التشكيل دي امبارح فرقه الاهلي، رغم على فكره في 5 داخلين على التشكيل الناس مش واخده بالها، ولا 6، طاهر، شريف، بيرسي تاو، مروان عطيه، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، دول 6 داخلين على التشكيل. يعني والفرقه واقفه على رجليها وانت مش حاسس بفرق. وده نجاح للراجل ده كولر، لان هو عنده بعد كده دوري وعنده افريقيا، والرابطه قالت لك ايه؟ مش هنأجل حاجه. ده الزمالك عنده ماتش يوم الاثنين، يعني لعب الجمعه وعنده ماتش مع سموحه يوم الاثنين، مفيش هزار. والاهلي عنده ماتش في افريقيا يوم السبت، وبعد كده عنده ماتش معرفش مع اسوان، وبعد كده عنده ماتش في افريقيا. مفيش هزار بين كل ماتش وماتش 3 ايام. فلو انت ما عندكش قدره تغيير 6 و7 لعيبه هتبقى عندك مشكله. حلو. الاهلي خلص كاس العالم للانديه. بص بقى المكاسب اللي معموله. طبعا انا بسمع ناس تقول لك ايه وخسران 4 يابا 4 يابا اسمع بشوف حاجات كده يعني ماشي. مش هتكلم، يعني انا مش هتكلم ولا هقول حاجه، بس اللي يروح كاس العالم يتكلم مع الاهلي. هو ده الحاجه. يعني مثلا اللي يروح كاس العالم يتكلم مع الاهلي، اللي عمل كده يتكلم مع ده. بيقول لك الاهلي 8 مرات كاس عالم، رخامه برضو من الاهلي بصراحه. هو كده لما حد بياخد كل حاجه الناس بتبص له فيها، تقعد تمسكه ما تسيبوش يعني. انما الاهلي ايجابياته 2 مليون دولار 60 مليون جنيه. بيقول لك 25 مليون جنيه رعايه البتاع الفانيلا دي. لو انا حطيت شبانه على فانيله الاهلي ادفع 25 مليون جنيه في الثلاث 4 الاهلي لعب 4 ماتشات. يعني لو انا كنت حاطط صورتي كاتب شبانه كامباني، يا نهار ابيض. ومش عايز اكمل لحسن الشعب يفهم تقول لك انت بتعمل اعلان لنفسك، ادفع. يا 25 مليون جنيه الماتش بيقول لك ب5 باين ولا ب10 مش عارف. والله ادي يا عم قول ادي 85 مليون. حلو كده. وكمان كسبان ان هو رابع كاس العالم، ترتيبه الرابع على العالم دلوقتي. وكسبان كمان ان هو قدر يبني فرقه قويه تنافس وتكافح وتقدر تحقق طموحات الجمهور. السلبيات بقى انه في اخطاء فرديه محتاجه الاهلي ان هو المدير الفني ان هو يتعامل معاه بشكل قوي جدا. ان بان في رغم التكامل شبه التكامل الفني للاهلي، بس واضح ان الاهلي محتاج راس حربه. يعني الواد بتاع الهلال حتى امبارح اللي جايب الجون الثالث بتاعهم، هقول لكم اسمه دلوقتي، اللي هو فيتو ده، لوسيانو فيتو ده ولا اسمه ايه. شفت امبارح يعني اول ما الكرة جول بيخلص، اول ما الكرة جات له قدام الجول ما شطهاش في السماء، لف بجسمه على طول وحطها في الجول. الواد حتى الوينج اول ما استلم الكوره مش فاكر اسمه لعبها لتحت. لو شريف كان شاطها في السماء. يعني شريف هو راح على الوينج في ماتش ريال مدريد لو تفتكروا في الدقيقه 12 ولا الدقيقه 18، هو راح ناحيه الوينج وجاي له امبارح من تحت احمد عبد القادر، مش فاكر كان مين تاني جاي له من تحت. هو شريف خلاص يعني ده منتاليتي. يعني هو شاف الجون اعتبر لازم يشوط، ما هو اتعلمها كده في المدرسه.
شايف الجول يا ابني؟ انت ممكن تشوف الجول وما تشوطش، ممكن تشوف الجول وتعلق الديفنس كله. ده احنا كنا زمان نعمل واحد كده تموه كده بجسمك ويقول لك فن التمويه. ده الكوره فيها حاجه اسمها فن التمويه، انك تموه بجسمك عشان خاطر تعرف تضحك على اللي قدامك وتغير حركه جسمك والكلام ده. لو نزلها لتحت تروح لاحمد عبد القادر. شوف الجول امبارح بتاع الهلال، الواد رد الكره لتحت وجابوا بيها الجول. ودي المحترفين بقى اللي فارقين الحقيقه جدا مع الهلال يعني بشكل كبير جدا. هتلاقي الهلال يعني ماريجا اللي جايب جول ولوسيانو ده جايب جولين. المحترفين اللي فارقين هم اللي بيخلصوا الماتشات يعني، مش هزار يعني ولوسيانو ده جاب جول قبل كده يعني في ماتش فلامينجو جايب جول، امبارح جايب جولين يعني جايب 3 جوال يعني دي من سلبيات الاهلي انه محتاج فعلا فيرود بشكل مهم جدا. انما الفرقه بحد كبير واقفه على رجليها وده المهم. ادي ايه النص الاولاني او الابن الاولاني فلح شويه. نروح للتاني بقى. اولا الزمالك بيواصل الارقام القياسيه، بيقول لك اكتر نادي خسران في 2023. تصدق او لا تصدق؟ انا بقول الكلام ده يمكن يكون في لعيب سامعني، يمكن الله اعلم يعني. قال لك الزمالك هو اكتر فريق مصري تعرض للهزايم والخساره في 2023. بص بقى، خاض الفريق في 23 9 ماتشات، كسب مره وتعادل 2 وخسر 6. تخيل، خسر 6 من مين بقى؟ من اسوان، من ساعه القطر بتاع اسوان وسندوتشات اللانشون بتاعت فرج عامر دي كان نابر في زي امبارح. فرج عامر قال لك الاهلي لو كسب هدي كل لعيب 300,000 جنيه من جيبي. خلص على الاهلي 300,000 جنيه والله، قال كده المهندس فرج عامر امبارح. فبرضه اللانشون ده كان شكله بتاعه اللي هو بتاع القطر ده، من ساعه ما العيال كلوه الزمالك ما شافش، كتم. بص بقى، قال لك خسر 6 ماتشات قدام اسوان ثم الاهلي ثم بيراميدز. انا بقول مش في الترتيب يعني، اسوان والاهلي وبيراميدز وغزل المحله وفاركو وشباب بوليسداد. تخيلوا 6 ماتشات من 9 الزمالك خسرانهم ومتعادل 2 وكسبان 1. يعني دول 9 ماتشات في 3 نقط، اذا اعتبرنا كل ماتش ب3 نقط ايا كان مكانه كاس ولا دوري ولا افريقيا، ب 27 نقطه. يبقى كده الزمالك جايب 5 من 27. يخش هندسه، تخيلوا 5 من 27. طبعا نتيجه صعبه جدا جدا جدا. قال لك بعديه الداخليه اكتر فريق خسر بعديه، وانبي والمحله. كل فرقه من دول خسرت 4 ماتشات، يعني الداخليه خسرت اكتر من الزمالك في 2023. انا ليه بعمل المقدمه دي؟ علشان خاطر اقول مش ممكن يكون ده الزمالك. وديته الزمالك فين؟ فاكرين فيلم خالد زكي بتاع اسمه ايه الريس، طباخ الريس؟ وديته الشعب فين؟ فاكرين المشهد ده؟ وديته الشعب فين يا فلان؟ كان الله يرحمه، انا زهايمر طبعا. وديته الشعب فين؟ هو بالظبط كده. والله وديته الفرقه فين يا زمالك؟ فين فرقه الزمالك يا جماعه؟ بدور في الملعب مش لاقي فرقه الزمالك، هي فين؟ وديتوها فين؟ وديتوا اللعيبه فين؟ ومستواهم فين؟ وادائهم فين؟ يا نهار ابيض، ده مش عارفين يبنوا هجمه، يبنوا مش يجيبوا جول. سيبك خلاص، احنا امل ان الزمالك يجيب جول دي بوليزات كنا فقدناه يعني انا وانا بتفرج فقدت امل ان الزمالك يجيب جول خلاص. شكل الفرقه وحش، والفرقه الثانيه جايه من على فكره 7-8 منهم كانوا اساسيين في منتخب الجزائر المحليين اللي وصل فاينل افريقيا وخسروا من السنغال بركلات الترجيح، اللي هم كان معاهم قندوسي اللي راح الاهلي في الفرقه دي يعني. فالفرقه دي طول الماتش مسيطره حلو. انا قاعد بقى الامل اشوف في الشوط الثاني هجمه تتبني هجمه، يعني كره تطلع من تحت مثلا، يعني عواد استلم يقوم لعبها برجليه مثلا، مثلا يعني لعبد الغني، انا بفترض يعني عبد الغني يقوم نازل له لتحت عمرو السيسي مستلم او نبيل عماد دونجا. ده انا بقول مثلا تاني، والكلام بعيد عن لعيبه الزمالك يعني.
مثلا يعني ينزل عمرو السيسي يستلم، يروح له سيد نيمار يقرب منه ياخدها، يوم ناقل مثلا على الطرف الثاني ناحيه احمد فتوح، ينزل له لتحت الجزير يستلم ويعمل 1 2 مع احمد فتوح، يطلع احمد فتوح على الطرف، يكون زيزو قاطع على العارضه الثانيه رافع الكره ومضيعها زيزو. يا عم مش عايزه يجيبها، بس بقى امل ان اشوف هجمه كده مش موجود، مش موجود يعني. وحدش يقول لي امام عاشور المدرب بتاعهم بعد الماتش قال لك الزمالك اتاثر بغياب امام عاشور. لا، هو امام عاشور كان غايب، والحقيقه احمد سيد زيزو كان غايب، والحقيقه سيف الجزيري كان غايب. ده سيف الجزيري مش عارف يوقف الكوره، مش عارف يوقفها، يعني واقف في ال 18 الكوره تروح له بتجري منه، تحس ان هي فيها زنبالك كهرباء بتاع، البطاريات بتاعتها لسه راكبه فشديده. سيد نيمار ما جاش لسه، عمر جابر لسه برضو الزمالك متاثر بغيابه، نبيل عماد دونجا الزمالك متاثر بغيابه، الواد عمرو السيسي الزمالك متاثر بغيابه، محمد عبد الغني الزمالك متاثر بغيابه، حسام عبد المجيد الزمالك متاثر بغيابه، محمد طارق بس انا ما اعرفش لعب ولا ما لعبش. محمد هو لعب محمد طارق؟ هو مش عارف. احمد فتوح هو لعب احمد فتوح؟ احمد فتوح شاطرين بس ايه، لغايه امبارح يزعلوا له فيديوهات اصله سهران، اصله كان في ما اعرفش فين، لسه كلام غريب عجيب مريب مش فاهمه. هي الناس دي لعبت اصلا؟ وبجد نزل مصطفى شلبي كنت بدور عليه والله. انا امبارح كنت حاسس ان في 22 احمر قصاد 3 ابيض، الدنيا احمرت في عينيا. اه والله يعني حسيت، بص يعني حسيت يوم القيامه الدنيا احمرت كلها فجاه. ايه اللي حصل في استاد القاهره مش عارف. وديتوا الزمالك فين بجد؟ الزمالك راح فين؟ سيبك من الماتش بقى، وسيبك من افريقيا، وسيبك من الحواديت والكلام اللي هو واضح ان احنا بنقعد نهري فيه ملوش لازمه. انما ده فيريرا، ده زيزو، ده الجزيري، ده نيمار، ده حسام عم مجيد، ده دونجا، ده عمر جابر، معقول؟ ده فتوح، حتى ده عواد. الفرقه راحت فين؟ اللي عنده اجابه على السؤال يقول لنا. هتافات طبعا صعبه جدا في الاستاد في اليوم ده، والجمهور عنده حق لانه شاف، الجمهور طول ما هو شايف اداء، يعني احنا شوف بنقول على الاهلي ايه؟ الاداء، النتيجه لا تعبر عن الاداء، بنشيد بالاداء وننتقد النتيجه والاخطاء الفرديه، بس في اداء. الاداء معناه ان لما تكون في سلبيات او في اخطاء تصلحها الفرقه واقفه على رجليها، انما الزمالك لا اداء ولا نتيجه. يعني حاجه غريبه جدا. حاجه، السؤال اللي فعلا وديته الزمالك فين؟ ده الراجل فيريرا بعد الماتش قال سؤال كنت عايز انط في التلفزيون اجاوبه، قال لك هو احنا ما ايدناش اللعيبه ليه؟ يا جماعه ده الراجل ده عنده ديلي 20 يوم. يعني هو لسه عايش في ايام 20 يناير 2023، في 20 يوم على الاقل او 15 يوم على الاقل. هو الراجل يعني مفتقد الاحداث بتاعت اخر 10 ايام، واتحاد الكوره والخناقه والبالليل. عايزين اعيد له حلقات، بتبعت له حلقات من الاخر على شعب اف ام بتاعت يوم 30 31 28 29 30 31 و1 و2 فبراير، يمكن يفهم اللعيبه ما اتأيدتش ليه. ده بيسال في المؤتمر الصحفي، حد عنده اجابه؟ يا شباب اللي قاعد ورا، الصحفيين اللي ورا، حد عنده اجابه احنا ما ايدناش اللعيبه ليه؟ انا لو من الاهلي والله العظيم ابعت جواب لاتحاد الكوره اقول له ايد، عشان خاطري ايدكش في الناس دي كلها. قال يعني بالحاج هو السبب بقى، يعني بالحاج ما تأيدش في الزمالك هو محمود شبانه وناصر منسي؟ يا نهار ابيض لو دول اتأيدوا بقى، ده كان الزمالك زمانه طاير. طبعا لا، يعني هو مش ده الموضوع، جزء بسيط من الموضوع ان مفيش قيد، لكن الاحداث والحواديت ده الفرقه، ده انا بقول لكم وديتوا الفرقه فين؟ ده اللعيبه مش عارفه توقف الكوره، مش عارفه تطلع بالكوره من تحت. ايه الزمالك يا جماعه ده؟ معقول ده الزمالك بطل الدوري وبطل الكاس والبوب والبروف والكلام الكتير ده؟ حاجه غريبه جدا. كابتن اسامه نبيه بيقول لك خلاص يعني الراجل استقال، في كلام ان ممكن يجي الكابتن خالد جلال، في كلام يعني، والاداره يعني مش عارفه تعمل ايه.
مضطره مش قادره تغير الجهاز الفني، بيقول لك الشرط الجزائي بتاع فيريرا ومتمسكه بيه، وده ماشي تمسك بيه، بس هل الاجواء مناسبه؟ متمسكه بيه بقى سيبيه ويجيب كل الجهاز عشان حتى تبقى انت بعد ماتش 2 3 4 مشيه بقى. يعني خليه يجي دلوقتي، هتيجي تكلمه يقول لك طب انا اعمل ايه؟ ما هم جايبين لي اسامه نبيه فرد، جايبين لي عبد المقصود. هو هيقول كده بدليل ان الكابتن اسامه عايز يمشي. هيقول لك لا ده عايزين يمشيه، يجيبوا لي فلان، يجيبوا لي علان، يجيبوا لي ترتان، انا مش عايز كده. خلاص يا عم خليه ماتش 2 3 4 يدير، لدرجه ان بيقول لك منقسمين، هو كابتن اسامه هيمشي فالمجلس عايز يجيب الكابتن خالد جلال، قال لك لا ده الراجل مش عايز حد مكان اسامه نبيه. لسه الزمالك عنده حيل ووقت، والايام بتجري والماتشات بتجري عشان يخش في الهيصه دي. عنده ماتش مع المريخ السوداني، يعني الزمالك عنده الاثنين المحل سموحه ثم الجمعه مع المريخ السوداني. هل عنده استعداد الزمالك يفقد تاني في افريقيا؟ يعني لو خسر من المريخ السوداني مثلا في ليبيا، الماتش هيقام في ليبيا عشان ظروف ملعب المريخ، هل الزمالك عنده حيل يخسر ماتش تاني؟ هنشوف الدنيا هتمشي ازاي.